نشكركم. اسمحوا لي إنكار الذات والكيانات، نحن كلنا واحد، وكلنا نعرف البعض البعض، فمش هنقول حزب ايه ولا كلام ايه ولا قول ايه ولا رابط ايه ولا ائتلاف ايه. ماشي؟ فانا ارحب بالساده الحضور جميعا. لقد تمت الدعوه الى جميع اساتذه البلد ومحافظه الاسماعيليه وجميع الثوار الاحرار الشرفاء و25 يناير وما تلاها من استكمالات وتوثيق ثورتنا المزيد عن 25 يناير. لكن حضراتكم الحضور الآن في بعض الأخوة أفاضل والأخوات سنتفضل علينا إن شاء الله بحضور، لكن لحين حضورهم دعوني أقول لحضراتكم الفحوى الأساسية من هذا اللقاء. أول حاجة بالنسبة كده مبسط اللي بتكلم فيها، كنت عاوز اقعد مفيش منصه ومفيش مدرجات ومفيش فصل ومدرس وتلميذ. الكلام ده كنت عايز اقعد قاعده مبسطه كده كلنا مع بعضينا، لكن ده المكان الوحيد اللي قدرنا نستخدم نحن ونستعمل عليه ويمكننا نعرف فيه. فانفرضنا نعمل منصه، والمنصه يجلس عليها الساده هناك احزاب، وده مش عيب لان امين حزب عندكم وقاعد على المكتب واحنا قاعدين قدامه، صح؟ تمام. نخش في بحث الموضوع. من الأصل رأيت كإنسان وفرد منكم إن احنا نعمل عملية لم شمل جميع القوى الموجودة على أرض الإسماعيلية. نعملها كروان تعامل مع الأستاذ جوهري، لكن نبدأ في بيتنا الأول. عرفت بقول لك ابدأ بنفسك أولا. كويس؟ لم الشمل يعني إيه؟ دعوني أقول إن احنا لسنا مشففين، ولكن نريد يعني أكثر إلماما وأكثر تقاربا من بعض. كويس؟ يبقى أول حاجة دم الشمس، نتفق مع بعضنا إن إحنا نعمل لقاءات دورية، مش مهم في مسألة فين بعد كده. كمان في حاجتين أنا شايفهم قدام عينيا يتناقصوا بقوة وعنف وشدة وبحيوية، ألا وهما الشباب والمرأة الفتية. الفتية بمعنى أنا بتكلم عن نفسي كأنا كامل رجل وعجوز كبير السن صاعد ماشي، وكذلك المرأة التي في عمري. أنا عايز المرأة الفتاة الشاب الضروري معناها كده. معلش بس في طالب شخص الحتة دي. يبقى أنا عندي 3 حاجات عايزين نتكلم فيهم. لم الشمس، تفعيل دور الشباب والمرأة في إحراق السياسي في المرحلة القادمة. طبعا في موضوعات كتير جدا بعد كده الدستور هنقول لا ليه طه ليه، وبعدين نتكلم برضه في البرلمان دي حواديت يعني سابقه الاوانها. طبعا حضراتكم في جدول امان معاكم او يعني شبه كده، لكن احنا بنقول هنرجع حاجات فيه عشان حضرات الحضور كلهم مش موجودين مستوعبين، ما بنحبش نخلي حد خالص على فكره. يعني هنأجل مثلا رقم 7 اللي هي مجلس اداره. مجلس اداره كان رؤيتي انا ليه انه يكون من حضرات الشباب والسموها السيدات او الفتيات او المرأة يعني. كويس؟ مش دليل. طبعا ما تقولش علي كامل بتقصي الكبار السن، لا طبعا من ليس له ماضي فليس له حاضر وليس له مستقبل. لكن الحاضر هو مثل الشباب والمرأة الفتية، هو ده الحاضر. كويس؟ استفدت من الكبار والامثالنا الخبرات والتجارب والى اخر المسميات، ياخدها الحاضر بتاعه يعدها ويجهزها وضعها في قلب البوكسه الخاص به في الجيل الجديد ده وينطلق بها الى المستقبل. تمام؟ طيب. يبقى كده استطيع ان اقول لحضراتكم اهلا بكم، واستطيع ان اقول لحضراتكم ان انا خلصت الكلام اللي انا بسببه قلت المبادره في الاجتماع او اللقاء هذا، مش اجتماع نسميه لقاء. واسمحوا لي استاذنكم جميعا واستاذن نفسي اولا اخي وحبيبي الاستاذ خالد كامل سيلقي عليكم كلمه بعد كلمتي مباشره فنتفق.
شكرا. السلام عليكم كلكم. انا ما بحبش الكلام اللي بيتظبط، عارفين انا بنزل اقعد في الشارع ما بحبش العادات دي، انا عارف غصب عني وبالتالي. احنا الهدف من الموضوع ده كله يا جماعه احنا بنسير وكلنا من بعض. انا عمري ما دخلت حزب من الاحزاب الاسماعيليه كلها. على طول بنتقابل بره والاحترام اللي بيني وبينهم مختلفات وبنختلف كتير وفي الاخر الادب والاحترام. النهارده اللي ما كانتش الاحزاب دي هتقف. سيبنا الشباب متفاعل لوحده مش محتاج حد يتفاعل معاه. الاحزاب ما كانتش هتقف ورا الشباب اللي بيضيع واحد ورا واحد والهلهله اللي فيها البلد دي يبقى مالهاش لازمه ان نقول احزاب اسماعيليه. احزاب اسماعيليه احنا عايزين يعني كيان مش كيان ولا كلام السلبي الكتير دوت. احنا عايزين وقت ما يحصل مشكله دعوه من واحد بس، من واحد هو من اصغر واحد فيه نلاقي كل واحد تحت الاكبر يعني الاصغر واحد ما يعرفش اي حاجه. غير كده ما نعرفش اي حاجه. احنا عملنا دعوه عملنا الدعاوى وعملنا فين هو الناس؟ فين الاحزاب اللي هم المفروض السياسيين بتوعهم؟ يعني زي بيطبق على المثل اللي يقول ان لو فرض عام انحنى الواحد يقول الاسلام سياسه، لو انحنى كل سياسه. احنا عايزين كده، احنا عايزين نروح بصراحه، عايزين نقف الشباب اثنين راحوا في البيت ما هو مش عارفين وصلهم ايه بكره، مش عارف مين يحصل ايه. ما هو احنا كده هنستخدم واحد ورا واحد وقانون التظاهر عشان لما اجي خمسه قاعدين كده في الممر هنستخدم غصب عنهم. احنا فين الكلام ده كله؟ احنا فين الكلام ده كله؟ احنا عايزين توحيد. انا ما بربطش حد، انا بقول توحيد. احنا عايزين، احنا مفكرين يا جماعه، والمفروض الاحزاب هي الساعه، هي الصح، هي الاساس، هي الثنائي الاعشاب. هوب يعني هستند على مين انا؟ اروح مين انا عشان ما اجرى حاجه؟ اي واحد من الشباب معاهم ما عندناش كتير نطلع واحد كفاله. المفروض اي حد يلموا بعض كده ونشوفوا واحد عليه كفاله يروح يشوفوه، واحد عليه يعني انا يا جماعه والله الموضوع محتاج تجارب محسوبه، تجارب اخلاص اهم حاجه النيه دي، وننسى المصلحه شويه وننسى ده عمل ايه ده عمل ايه ده عمل ايه. كلنا نعمل اللي نقدر عليه، نقف مع بعض. ده ايه؟ لو انت حطيته في سيما حطيته اي حاجه نقف كلنا نقف مع بعض نشوف المشاكل اللي دايره ايه في البلد. الشباب عمل الفيلم على عربيه الهريب. مين وقف؟ مين سال عنه ولا مين عرف عنه؟ شباب بيروحوا حاجات كتيره يا جماعه. في حاجه مدير الامن اللي احنا ضربنا فيه السبابه خطوش في عيني او بيدوروا علينا دلوقتي. كانوا مستخبين واحد اللي كنا في الشارع عاملهم النهارده بندوروا علينا احنا. مين هيقف معانا؟ انا محتاجين يا جماعه كلنا نتصل ببعض، اللي موجود يبان لك اللي مش موجود. بكره في وقت الساعه 5 في ده عليها اهاني على قضيه السلامه البشريه. انا باحترام زي ما احنا متعودين مننا نشوف المشكله ايه. غلطان لو احمد فاروق واخوه غلطانين، لا غلطانين مش هنتهي حد غلطان، بس ما ينفعش. ما احنا بنتكلم ما ينفعش. يبقى المفروض بقى في ناس كبار، المفروض الاحزاب الكيانات الكبيره المسؤوله دي تجيب حق الشباب دول ونشوف المشكله فيها. فالمفروض يا جماعه نتجمع كلنا احنا على هدف واحد. احنا بننزل وفي استنتاج بيطلع بقوه دلوقتي علينا وانتم مش دارين بحاجه. فيعني معلش انا طولت عليكم وشكرا لكم كلكم. احنا استطلعتم اشكر الاستاذ خالد كامل مع حضراتكم. انا هخلص كلامه بكلمتين. انا موافق على كل اللي قاله، بس انا بتحفظ على ان كان هناك لفظ ما يعني في بعض الاخوه اللي ما حضروش. مش مشكله، كل واحد عنده ظروفه. ده اول لقاء ماشي، احنا نتحمل كويس. وبعدين اللقاءات القادمه اللقاءات القادمه ان شاء الله هتبقى افضل من كده باذن واحد باذن الله كويس. لكن انا ليا بس يعني مطلب بسيط جدا ان جاز لي الطلب في ذلك. الثوار الشباب زي الفل تعطيه سلام تلاقي ليهم مش هقول لا انا للاسف وانا اللي عايز. لكن تعقيبا لكلام اخويا وحبيبي الاستاذ خالد كامل، الشاب اللي عايز ينتج ويشتغل يخش في كيان شرعي يتكلم من خلاله. ما احنا كلنا ثوار، ما احنا كلنا كنا عراقيل وكنا في الخرطوش وكنا في النيله والهباب مع بعضينا. اللي شايف حاجه كده يقول لا ما كناش، فكلنا سواسيه كويس. انا شاكر افضلكم وحسن استماعكم. اسمحوا لي بعد الاستاذ محمد الحاج محمد حسني كلمته هندي الميكروفون للاستاذ خالد بريشه عشان يتابع الحلقه اللقاء كله كاملا. فنتفضل محمد بيه. اولا انا من اكثر الناس اللي يعني بتبقى سعيده جدا لو في اي حاجه بتجمعنا
وانا من اكثر الناس اللي دايما بدعو اللي يعني ان احنا نوحد صفوفنا ونتجمع بصرف النظر عن الكيانات بتاعتنا سواء كانت حزبيه او ايا كانت. انا مؤمن دايما يعني بالتكتل او بالتوحد او بالتواجد بشكل يعني يمثل كل الكيانات اللي موجوده او كل التوجهات اللي موجوده. بس انا واحد برضه ليه اعتاد بالنسبه لموضوع التحميل على الاحزاب دايما. الاحزاب عملت حاجه وفاجأ، يعني لو عملنا حاجه الشباب يهاجمنا ويقول برضه الاحزاب فين وما بتعملش حاجه، ولو ما عملناش برضه نفس الشيء بنتهاجم والاحزاب دي احزاب كرتونيه وملهاش وجود والى اخره. الكلام ده بنسمعه في الشارع رغم تواجدنا ورغم تواجد كل الاحزاب. يعني ما اعتقدش في حزب من الاحزاب اللي شاركت في 25 يناير كان يكون فعال، وانا اكثر حد شاهد على الكلام ده لان انا واحد من اللي شاركوا فيها من بدايتها ومن قبليها، ومعايا ناس موجوده هنا كانت من الناس اللي كان ليها دور فعال ومهم جدا في ثوره 25 يناير سواء من الشباب او الكبار. الاستاذ فايز الجبالي اللي شرفنا النهارده واللي انا بعتبره من رموز الثوره ومن رموز السياسيه في الاسماعيليه، واللي كان بعد عننا شويه يعني بعد 25 يناير انا خلاص انا عملت كده اللي عليه ووصلت اللي انا كنت بتمناه، ويعني وقتها كنت كده ابتدى السياسه يعني، ولكن كان الموضوع لسه طويل ومشوار طويل ولسه المشوار هيطول يعني. فانا عايز اقول يعني مش دفاعا عن الاحزاب، انا عايز اقول ان يعني ومش عايز حد يزعل مني، انا يعني بطبيعتي بتعامل بالواقع دايما وبالمنطق وما بجملش الحاجات، ولذلك يمكن البعض من الشباب ومن ولادي يمكن بيزعلوا مني عشان انا بكون صريح احيانا وصريح زياده عن اللازم وكلامي ساعات بيبقى قاسي شويه، لان انا يعني من خوفي على الشباب ولان انا اكثر حد برضه عارف ومدرك الشباب بتاعنا ومدرك يعني امكانياته ومدرك بقوته. وانا قلت في بدايه الثوره 25 يناير وبعدين قلت ان الشباب ده هو دور الثوره، ولولا ما كانتش الثوره دي نجحت سواء 25 ولا 30. هم العامل الفاعل فعلا في الثوره وهم المحرك ليها. احنا كناس كبيره بنساعد بخبرتنا، بنساعد بتواجدنا وتفاعلنا مع الشباب في افكارهم وارائهم وبنكون مساندين ليهم دايما، وعمرنا ما وقفنا ضد فكره لشاب او المقترح لاي حد. واكد على ده والاستاذ فايز حاضر ويمكن يفتكر الكلام ده، ان احنا في اجتماعنا يوم 23 يناير اللي فكرنا فيه ننزل يوم 25 كان في الحزب عندي وكان مجتمع قوى سياسيه مستند جبهه الانقاذ او جبهه الاحزاب ساعتها المعارضه، كانت من حوالي يمكن تقريبا 6 احزاب، هي حزب الجبهه، الوفد، التجمع، النصيري، الكرامه، كان كفايه، و6 ابريل كان بيمثله الله يرحمه محمد سعد. في اليوم دوت تم اقتراح من النحاس ومن محمد سعد على غير العاده اللي احنا كنا او الطريقه اللي كنا بندير بيها دايما المسيرات او الوقفات اللي كنا بننزلها، قالوا احنا اللي هندير الوقفه دي او اليوم ده او الاعتصام بتاعنا ده اللي هو 25 يناير كبدايه. كلنا اجمعنا على الموافقه بان احنا معاكم وراكم ومدعمين ليكم بكل ما نستطيع، وده حصل فعلا. وطبعا في اليوم ده برضه عشان برضه ده من ضمن الحاجات اللي اهدر فيها حق الاحزاب في اللحظه دي وفي الوقت ده، ان الشراره طلعت من مكان حزبي من قوه سياسيه حزبيه تحدد المكان برضه من خلال الاحزاب ومن خلال شبابها. يعني ما كانش في طرف ثاني مثلا هو اللي حدد المكان وحدد المسيره وحدد اليوم يعني يضرب باي شكل. ومع ذلك أهدر حق الأحزاب في الوقت دوت وتقاضينا، لأن احنا في الأصل برضه في الاجتماع ده في اليوم ده قلنا احنا كلنا هننزل على ان احنا مواطنين مصريين بعيد عن أي وجهة نظر حزبية أو بعيد عن أي رؤية سياسية. احنا نازلين النهارده يوم 25 يناير ده
ده يوم مصر كلها، واحنا كلنا نازلين كمواطنين مصريين، ورفضنا حتى وخدنا من ضمن القرارات اللي خدناها ان محدش يرفع اي شعار يمثل حزبه او يمثل الكيان اللي تحته اللي تابع ليه. وكنا كلنا فعلا في اليوم ده كتله واحده وكيان واحد، والحمد لله برضه نتيجه كانت اخلاصنا جميعا، واعتقد كلنا نزلنا في اليوم ده واحنا شايلين تفنع على ايدينا ان كلنا نعلم احنا في اليوم ده بنواجه النظام وذلك التوقيت كان شكله ايه، ومحدش يقدر يعني يزايد ولا يقول ان كان ممكن لو فشلنا ان احنا مثلا هنعدي من القصه الى العكس، الاعلام كانت رقبنا هتتعلق في الممر بدل ما هو اصبح ميدان الحريه او ميدان الثوره، كان هيبقى المكان اللي بيشهد على اعدامنا المجموعه اللي هي كانت مجتمعه في المقر عندي، يعني ده كلهم يعني بلا استثناء، لان انتوا عارفين ساعتها كان ممكن ايه الاتهامات اللي تلاصق لينا او يعني ما اقربها خلط نظام الحكم وما اقربها بعد كده من اتهامات. انا عايز اقول ان الاحزاب ليها دور من 25 يناير، وان كان في بعض كان بينكر الدور ده رغم ان احنا كنا موجودين وفاعلين، وكنا اول ناس برضه بننزل واول ناس بنمشي، كنا حاطين على اولادنا ومحدش فينا يعني في خلال الاحداث دي لحد النهارده ترك ولاده او ترك اي شاب او ان احنا يعني ما تدخلناش او ما تعرضناش لاي مشكله تعرض ليها الشباب بتاعنا، بالعكس كنا اول ناس بنجري وبنتحرك وبنساعدهم ويعني بنقذهم من اي مشكله هم وقعوا فيها. عايز اقول ان احنا دورنا كاحزاب موجود، والمفترض ان الدوله توجهها الجديد ان هي بتبنى على رؤيه حزبيه، وان السياسه تمارس من خلال احزاب وكيانات، لان هي كيانات سياسيه بتملك كل المقومات اللي تقدر بيها ترفع من الرؤيه السياسيه والفكر السياسي للشباب وبتاع الشباب اللي يفهموا يعني ايه سياسه، بعكس طبعا الاستهداف اللي بتحصل وبينتج عنها مشاكل كتير. ومع ذلك ده برضه ما يمنعش ان الشباب ليها مطلق الحريه تدخل في احزاب او ما تدخلش تمارس العمل في اي شيء، لكن لابد ان احنا كلنا نستوعب مع بعض ان احنا لازم نستوعب بعض، وما ينفعش حد يقصي حد ولا ينكر دور حد، ما كناش نساند بعض وكلنا نحترم بعض، الصغير يحترم الكبير وبرضه الكبير يحترم الصغير، ونفهم يعني كل واحد يفهم دوره. اعتقد ان لو ما عملناش كده لا الشباب هتنجح وتستمر ولا احنا برضه الكبار هنقدر ننجح ونستمر. عايز اقول المرحله اللي احنا فيها دلوقتي مرحله فارقه وصعبه جدا وحساسه جدا، ومحتاجه فعلا زي ما اخواتي يعني الاخوه دعوا ليها، ولكن المبادره جميله ويعني كلنا دعينا ليها قبل كده وما زلنا بندعو ان احنا ازاي نوحد التيارات او الكيانات السياسيه اللي موجوده في الاسماعيليه كلها، لان المرحله الجايه ستتطلب فعلا ان يكون في توحد وفي توجه ناحيه رؤيه او في اتجاه رؤيه معينه. النهارده الوضع اللي احنا فيه مش محتاج ان احنا نختلف خالص، ومحتاج ان احنا يعني نقرب من بعض، وجهات نظرنا تقرب من بعضها، ومحتاجه ان احنا يعني ومعلش مع احترام ان احنا نحترم بعض. ما كناش هنحترم بعض يعني فعلا مش هيبقى لنا تواجد، ومفاجأ ان فعلا ان احنا يعني هيحصل زي عمليه تشتيت وتفتيت للكيان السياسي او القوى السياسيه وجميع انواعها اللي موجوده في الاسماعيليه، واحنا بطبيعه الاسماعيليه برضه احنا يعني جزء صغير او يعني تواجدنا مش بالشكل اللي هو كنا نتمناه، وده برضه بسبب اختلافاتنا وبسبب عدم رؤيتنا للمشهد بشكل واضح وبشكل واسع، كل واحد شايف المشهد من خلال رؤيته. لكن اعتقد لو كلنا جمعنا كل الرؤى دي هنطلع برؤيه محترمه تفيد كل الكيانات السياسيه والثوريه اللي موجوده في الشارع النهارده. عايز اقول اللي حصل برضه عشان انا كنت متواجد في المشكله ديت او تواجدت في لحظه ما حدثت اللي هي بتاعت ابننا احمد فاروق واخوه اللي معاه. انا جالي تليفون بمجرد ما حصلت الحادثه، رحت على طول على اسم ثالث، لقيتهم موجودين في مكتب رئيس المباحث وبيشدوا مع بعض وفي مشاده. انا قبل ما ادخل سالت حد من الشباب اللي كان موجود،
قال لي ان الولاد غلطانين، قال لي احنا غلطانين واللي حصل من شبابنا كان غلط. فبناء على كده خدت انطباع ودخلت جوه على اساس ان انا يعني اقدر بناء على الانطباع ده اقدر اتصرف في الموضوع واحل. لما دخلت جوه وكان معايا الاستاذ عبد الهاشم وكان معايا محمد النحاس، انا واحد من الناس قلت للضباط هم زي ولادي وانا اعرفهم معرفه كويسه، ضباط محترمين وما فيش مزايده في الحته دي، لان انا بتعامل معاهم، اتعاملت معاهم في مواقف كتير وعارف هم زي اولادنا وزي السن يمكن احمد اللي هو قبض عليه. انا قلت لهم انا مستعد ابوس على راسكم وابوس على راس الامناء اللي اخطاوا في حقهم وننهي الموضوع بشكل ودي، لان المرحله ما تستحملش ان يبقى فيه خلاف بالشكل ده بين شباب الثوره وبين اي حد من الشغل. فطبعا كان في جدل يعني بين الاثنين ان ده اشتغل امي وده زق امي وده مش عارف اعمل ايه، يعني الجدل اللي احنا عارفينه ان كل واحد عايز يثبت ان هو ما اخطاش في حق الثاني. انتهينا ان احنا نرجع الساعه 4 ونكمل الحوار في الموضوع ده وان الدنيا تكون هديت ونحل المشكله. رجعنا الساعه 4 انا حتى اللي رجعت يعني ما حدش جه من الناس اللي معانا، رحت قابلت الناس لقيت ان الوضع مختلف، في بعض الشباب مننا ابتدوا يتواجدوا، ابتدوا يعني يظهروا بعض اليوفط المضادة للشرطة، ابتدى يبقى فيه كلام ضدهم. طلعت جوه على اساس ان انهي برضه الموضوع، قال لي والله الموضوع خرج من ايدينا، احنا جالنا كلام او توجه من المدير ان لازم نعمل محضر لان بعض الشباب تحت هيعملوا محاضر ضدنا، وام احد الولاد ما اعرفش انا ساعتها يعني كان يقصدوا مين او مين فيهم هتعمل محضر، فاضطروا ان هم يعملوا محضر عشان يحصنوا نفسهم، ولكن وعدوني بان المحضر اللي اتعمل او قالوا المحضر اللي اتعمل ما فيهوش اي مانع، احنا خليناه مشاع على اساس ان هو ينتهي بشكل ما فيهوش اي يعني لا ضرر ولا ضرار، يعني ما اتهموش حد يبين. وقالوا لي الموضوع هيرجع للتحديات، مجرد ما تيجي التحديات مثلا او طلب من التحديات هنقول ان ده كان المشهد كان واسع يعني او في ناس كتير وما نعرفش مين بالظبط ومش هيحددوا مين بالظبط اللي يعني احتك بيه، وبالتالي كانوا الولاد بتوعنا هيطلعوا. ده كان الاتفاق على ان الموضوع ينتهي بالشكل ده، وبناء عليه نزلت واخد وعد ان الموضوع ينتهي كده، وهي العمليه اللي هي اللي ارسل كويس يعني علشان ما يتكررش الموقف ده. لما نزلت طبعا لقيت مشهد ثاني مختلف، الولاد ابتدوا يتنمروا زي ما قلت، ابتدوا ياخدوا موقف رغم ان انا كلمتهم وقلت لهم يا اولاد، وللاسف دي من الحاجات اللي بتزعلني ان يعني مثلا لما يبقى واحد كبير يكلمهم وخايف على مصلحتهم وشايف مصلحتهم وشايف ايه الردود الافعال اللي ممكن تحصل، والواحد ينصحهم وما يسمعوش او ما ينفعوش. فقلت لهم ولا مش هينفع الكلام ده، يا ريت نمشي وسيبوا الموضوع شبه منتهي ان شاء الله ينتهي على خير. ما حدش سمع الكلام، وفي برضه اللي الكلام ملوش لازمه وعملت نفسي مش واخد بالي. في برضه حاجه حصل، موقف حصل يعني لحد من لهم بيقول لهم مين الكبير اللي بيمثلكم، رد حد برضه من ولادنا قالوا له يعني ده اللي بيمثلنا، ف يعني كأن احنا مش موجودين ولا لينا وجود. فاخدت بعضي انا ومشيت، قلت طيب يعني طالما احنا هنقعد صغيرين او محدش بيحترم او ولادنا مش هيحترمونا يبقى محدش تاني هيحترمنا. فانا بصراحه خدت بعضي ومشيت، ومع ذلك برضه عملت اللي عليا واللي عليا ضميري، وكلمت الراجل مدير الامن، والراجل برضه وعدني نفس الوعد اللي قالوا لي الضباط ان الموضوع هينتهي بالتحديات ومفيش اي مشكله. ولكن هو تصعيد من الشباب واللي حصل برضه بعد كده خلى الناس برضه تتوقع موقف ثاني برضه متخوف ان هم رحلوا الولاد خوفا من ان تحصل حاجه، يعني كان ممكن الولاد يقعدوا في الاسم والامور تعدي برضه وكلنا نشوفهم ونبقى موجودين معاهم والموضوع يعدي برضه بسلامه، كان ممكن ينتهي. ولكن ردود الافعال اللي حصلت بره هي السبب اللي وصلتنا دي، ومع ذلك نقول برضه ان احنا متسكين وبنعمل مساعي على ان الموضوع ان شاء الله ينتهي على خير، ولكن هي ردود الافعال بتاعتنا هي اللي هتوصلنا لنقطه احنا مش حابينها، والمرحله دي
كلكم عارفين في ناس قاعده منتظره الموقف دوت عشان تستغله. وهو ده يعني اللي ولادنا مش واعيين بيه واللي مزعلني ان هم ما كانوش شايفين المشهد بالشكل ده. اللي في ناس كلنا عارفين منتظره الموقف ده عشان تستغله. في شباب عندنا برضه مع احترامي ليهم رؤيه مختلفه، ودي برضه في المرحله دي ما ينفعش ان احنا نتعامل بيها. فانا شايف برضه بخبرتي وشايف بحرصي على ان دول ولادي، واني اتمنى ان هم يخرجوا، وانا مستعد حتى ان انا وهو يخرجوا وانا اقعد مطرحهم، انا ما عنديش ادنى مشكله وما بزايدش على كده. والحمد لله انا طول عمري واقف جنب الشباب وعمري ما اتاخرت في اي نحمه ليهم. فانا بقول وده دوركم ان انتوا عليكم تهاجموا الشباب اللي بره دوت علشان نقدر نحل بشكل سلمي ونقدر يعني ان احنا ننهي المشكله ديت بسرعه ونتجاوز كل الاحداث اللي جايه. فانا بقول يا ريت انتوا كشباب تنادوا على تواصل مع الشباب اللي بره ان يا ريت ما يبقاش فينا رد فعل ونقف لغايه كده وسيبونا نتصرف. ان ما قدرناش نحل يا جماعه اعملوا ما بدلكم واحنا معاكم وفي ظهركم وهنساعدكم. لغايه كده انا يعني بالتالي وصلت الرساله وبقول في مساعي، بس انا برضه ما اقدرش اقولها دلوقتي ان شاء الله الموضوع ينتهي على خير، بس بشرط ان الدنيا تهدى بره بس. وشكرا. النهارده انا مخلوق نظر على السؤال حق السن فين؟ تمام؟ مش صحيح. طيب النهارده احنا في ناس منتظره وناس منتظره اي خلافات في الشارع تتوقع على الشارع. ليه احنا ندي فرصه وندي الشريعه ليهم؟ ليه الشرطه ما يبقاش فيه احترام للأهلية في انا في واحد قاعد 30 سنه داخل العماره التجاري وفي حكم قضائي بإزالة الاشتغالات. قالوا جواعي امنيه لما تقدمنا بالمحضر وبالحكم القضائي قالوا جواعي امنيه مش هنقدر دلوقتي. قعد 3 سنين. ليه النهارده ان احنا نقعد نقول استفدت من الشارع، استفدت من الموجودين بالانفعالات اللي بتحصل والتجاوز اللي بيحصل للشرطه. النهارده اللي بيجي الشرطه الصغيرين الكبار ومناعه الشرطه المصريين، ما يمكن الناس دي مسؤوله والناس دي اللي بتدخل المشاكل. النهارده لما ممكن يمسك واحد في الشارع يضربه عشان هيرد عليه، يجي الضرب الثاني الممكن بتاعه بيشد يترد عليه، ما هو ده اللي بيحصل بيعمل المشاكل. بس شكرا. طيب بحيي باشمهندس محمد حسني على كلماته المطولة الطيبة وتعليق الأخ كامل. بس احنا هنعمل نظام في الكلام. يعني عايزين من حضرات الشباب اللي موجودين معانا في الصور اللي هو احنا منهم، بس احنا نختارهم عشان عاوز واحد تدخل كامل يتكرر ويشرح له عشان يقول كلمة مفادها ما يملك. ده كلام نهائي. انا جاي عامل لقاء او يعني انا عشان نفعل نلم الشمل اول حاجه ونفعل دور الشباب والمرأة. ده مفاد اللقاء وده اساس اللقاء. كل احنا نطرح فضل يا استاذ مسعد. استاذ مسعد مين هتفضل؟ مش هينفع بس فضل خلاص وخلاص الكلام كده. خلي كامل راجل محترم وذوقه كذا كرسي فضل خلاص. سكتوا كانوا ده خالص كويس. كون الحاج محمد حسني بالمنزل محمد حسني طبعا انا اسمحوا لي يعني انا سميت الاستاذ خالد كامل ابو الثوار معرفش جاز ليه القصبيه وبسمي الحاج محمد حسني الشيخ السياسي في البلد. يا جماعه انا كنت اقول لكم حاجه مهمه جدا. يا جماعه اسمعنا بس كبير المصيبه السوداء اللي احنا فيها واللي فيها شخصيا ما فيش كبير في البلد. عايزين يبقى في كتير في البلد زي ما تكون سياسيه وسياسه كبير الى اخره. طيب على ما الاستاذ خالد كامل يجهز لحد من الشباب الاستاذ شريف كمال يتفضل لو سمحت. طيب مش كده اوكي خلاص. ما هو الاستاذ ما حاجه من الصور مش من الصور طبعا المسعد بيه اتفضل يا مسعد اتفضل اتفضل. احنا هناخد واحد من الصور هناخد واحد من المرأة لان عندنا احزاب ما كملش لسه. اتفضل يا مسعد.
لي بس أقدم الاعتذار على حضور الاجتماع متأخرا بدون الزميل الأستاذ علي كامل مقدم مبادرة لتوحيد القوى السياسية الثورية الشعبية بالإسماعيلية. طبعا هي مبادرة طيبة والغرض منها طبعا توحيد جهود هذه القوى المجتمع. في الواقع يعني جزء كبير قوي سمحوا لكم من عيوب القوى المدنية مسألة عدم التوحيد وعدم القدرة على التنظيم والحشد سواء لخوض المعارك الجماهيرية على وسط الجماهير أو خوض المعارك السياسية كاستفتاءات أو انتخابات كانتخابات مجلس الشعب أو أي فعاليات أخرى. الكلام اللي بقوله كلام مش جديد، كلنا بنعاني منذ أحداث أو 25 يناير الأولى وحتى هذه اللحظة، وكأننا لم نتعلم درس التاريخ. لما قامت ثورة 25 يناير الأولى كانت أسهل حاجة على القوة الحاكمة إنها تستقطب كثير من شباب مصر الثوار وتبتدي تفتتهم في كيانات. بس شفنا أكثر من 35 و40 و50 في المحافظة الواحدة كيان تحت اسم ائتلاف شباب الثورة، ائتلاف شباب القوى السياسية، ائتلاف شباب القوى الشعبية، إلى آخر هذه الائتلافات. الغرض من مسألة الائتلافات دي قدر في محمد أنا بتكلم بالصدق يعني وما بحبش الكلام إن أنا جاي أوقع اعتزاز لحد، لأن المسألة أخطر من إن إحنا نخضع فيها الابتزاز أو نضحك على بعض يعني. لكن له استقراء للواقع، وطبعا أنا ما بقولش أحكام مطلقة، لكن بطرح وجهة نظر قابلة للأخذ والعطاء. شهدنا حتى في الثورة الأولى كانوا الثوار الحقيقيين يموتون على الأرض ويتشبثون بالميادين، وشفنا أكثر من ائتلاف واثنين وثلاثة استطاع المجلس العسكري في هذا الوقت إن هو يستوعبهم الاتحاد السياسي بشباب الثورة، وللأسف راح كتير. شوفنا بعد كده بفترة لقينا في كل محافظة في كل شارع في كل حارة أكثر من ائتلاف وأكثر من جهة، وطبعا سابوهم بالقوة. أي قوة بتحكم سواء كانت مجلس عسكري أو الطبقة المسيطرة الداعمة. أكثر حاجة إنها تفتت الناس لكيانات صغيرة، وعندما يتفتت الناس لكيانات صغيرة تشتعل بينهم الذاتية والأنا والدخول في المهاترات والزعامات، وكل واحد يفكر نفسه زي ما بيقولوا ده يبقى كده خلصنا من شرهم، قسمناهم كتير ونسيبهم ياكلوا بعض لغايه ما تيجي المعارك الحسابيه على الانتخابات يكسبها التيار اللي اكثر تنظيما واكثر حشدا واللي بيقوم على التماس الداخلي. دي المرحله الاولانيه بعد 25 يناير استطاع التيار الاسلامي انه يخوضها بجداره واستحقاق ويحسم كل المعارك اللي خضعوا على الارض بدايه استفتاء 19 مارس حتى انتخابات مجلس الشعب والشورى الفنيه. لدرجه انهم بقول لكم احنا دخلنا امام القوى المدنيه والثوريه 5-0 مش 5-1 او 5-2 او 5. دي باختصار
بعد الفوضى الثانية في 30 يونيو للأسف قررت هذه المسألة. شرط صريح قررت هذه المسألة. الأحزاب طبعا مش هدف عن الأحزاب، الأحزاب طبعا خارجة كانت جزء من النظام السابق وكانت بتتعرض طوال 30 سنة من الفساد والاستبدال عشان محدش يحملها، لكن بتعاني من مثل هذه الأمراض. ده علاوة على الأحزاب، مفيش حياة سياسية حقيقية تستقيم إلا بوجود أحزاب حقيقية تعبر عن قوة اجتماعية حقيقية في المجتمع. فالأحزاب السلطة زي ما الناس بتقول، طبعا الإعلام طالع اليومين دول، وحتى الأستاذ علي كامل مرة متحدثة في حوار سريع يقول لي يا أستاذ دفعة إيه الحكاية؟ مفيش أحزاب في الشارع، مفيش أحزاب في الشارع، قلت له ولا في أحزاب ولا في كيانات، عشان كل القوى الجديدة سواء كانت القوى القديمة في النظام القديم تظهر وتسيطر، ودي دعوة بيرددها الإعلام. مفيش أحزاب، طيب يا سيدي، وبالتالي والكيانات متفتتة، يبقى بالتالي ما قداميش أي قوة سياسية واحدة. دي لعبة السلطة، سواء كانت إخوان، سواء كانت عسكر، سواء كانت رأسمالية، في كل وقت ومكان، عشان تقدر تساوي أو تلزم الخصم اللي قدامها إنها تفتته. ومش كده بس، يعني اسمحوا لي ناخد حتى القوى الاستعمارية الكبرى، المنطقة العربية كلها وقع تحت مسألة التفسيد والتأثير. شفنا كل دوت في حصل في العراق، وبيحصل النهارده في سوريا وفي ليبيا، كل الدول، ولولا تدخل طبعا القوات المسلحة واستشعارها بالأمن الخطر اللي وقع على الأمن القومي في الفترة الأخيرة، كانت مصر برضه معرضة انها تتعرض لهذا النموذج من التفسيد. تفسيد على مستوى الدول، وتفسيد على مستوى الكيانات، سواء كانت سياسية متمثلة في أحزاب، فنبتدي نلعب في الأحزاب من داخل. فحزب الدستور كان حزب قوي وحزب مبشر، وكان بيعتمد على البرادعي، فيجي البرادعي كشخص ياخد موقف سياسي، فده يبقى مبرر ان الحزب يتقسم 3-4 احزاب على شرحه حزب اتحاد الشعب الاشتراكي اتولد وسط ثوره ورمى كتير من الشباب، فنبتدي نلعب وسط الشباب فيتفكك الحزب، واخد بالك، وهكذا وهكذا وهكذا. فاصبحت الحياه السياسيه على هذا الشكل تخضع لكثير. طبعا ما تنسيش التيار الشعبي وما تنسيش اي قوه سياسيه. انا بتكلم بكلمه ما يسمى او علمونا واحنا بنتكلم مساله الضغط الذاتي عشان نوصل لعلاج ظاهره صحيحه ننقذ نفسنا. ولما ننقذ نفسنا ونحط الصوره امامنا نقدر نحط حلول حقيقيه لو كان في اراده، او زي ما بيقولوا لو حسنت النيه بالوجود على يعني حل حقيقي. يعني المأساة او المعضله الحقيقيه اللي تعاني منها الحياه السياسيه المصريه على مدى عقود طويله. فهي دي يعني النقطه اللي حبيت يعني اركز عليها، مساله التفكيك ومساله ضياع الكيانات، سواء كانت احزاب او قوى سياسيه. وعلى فكره ده بيتم بشكل متعمد، بيتم بشكل بتاع قد يبدو على السطح انه ده بيتم بشكل عام بتاعه كلام من ده، لكن لما تتامل الصوره كامله وتقعد يعني تفتتها كده وتجمعها تقول لك ان بالظبط اللي مقصود. طبعا كلنا زي ما حضراتكم عارفين حسب خريطه الطريق والمستقبل، انا مش هطول كتير، داخلين على معركه الدستور ودي بتهم الشعب المصري، وفي القلب منهم القوى اللي خرجت في 30 يونيو. داخلين بعد كده في اقل من 3 شهور على انتخابات مجلس الشعب. انتخابات مجلس الشعب زي ما بقول لكم لعبه الانتخابات بتقوم عن حاجتين: تنظيم وتمويل. اكثر من كده الناس اللي راقبوا الانتخابات او اللي خاضوا الانتخابات، التنظيم تنظيم قوي، وبالتالي قد يكون هذا التنظيم
شبابي أو قد يكون هذا التنظيم حزبي. والتمويل، مفيش انتخابات بتقوم على برامج سياسية. المجتمع ما زالت السياسة حتى بنقول فيه لسه ما خدتش يعني حقها الكبير. ما زال المجتمع عنده مشاكل 40% في الأمية بتاعته، غياب الثقافة الحقيقية، عدم تبلور القوى السياسية إلى آخر هذه الأسباب. فيجب الانتخابات سواء كانت أي شكل، سواء كانت فردي أو قائمي. نحتاج تنظيم قوي وفي تمويل قوي. هذه القوى السياسية في الإسماعيلية اللي تصدرت بالعمل العام وخاضت معاركها من 25 يناير حتى هذه اللحظة لديها هذين العاملين، قوة التنظيم وقوة التمويل، أعتقد لا، لكن لديها أكثر قوة ذاتية، إنهم حتى فيما بينهم لم يستطعوا حتى إنهم يقيموا علاقة عضوية حقيقية. باختصار هذه هي النقطة الأساسية. أقول هذه الكلمة ونحن على مرمى بصر من استحقاق انتخابي كبير سوف يحدد مستقبل مصر في القوى في الفترة القادمة. واشكركم وآسف إذا كنت استطعت. طيب تفضل يا أستاذ حنان. أستاذ ليش تفضل حل الآن. السلام عليكم. معلش انا مش محاضر كلمه ولا حاجه، بس انا بتكلم في نقطه مهمه ان احنا النهارده لما قلنا عايزين نعمل مبادره اسمها لم الشمس. اعتقد لو احنا بنوصل متفقين مع بعضينا ما بقاش عملنا حاجه اسمها لم الشمس. احنا لم الشمس المختلفين اللي ورا بعض اللي مش بيتكلموا على بعضينا. يقول ربنا سبحانه وتعالى تساوي كريم وتاخد منكم امتهم يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. يا رب سبحانه وتعالى. القصه النهارده احنا ممكن نكون وضع منصه مختلفين مع بعضين. وفي الاول وفي الاخر بنقول مفيش منصه. القصه النهارده هي قاعده بحريه الكل يتكلم، الكل يقدم مقترحاته ويقول عايزين نعمل كذا وكذا في الحاله الجايه. ازاي نطلع ورقه عمل كلنا متفقين عليها اللي احنا بينا مع بعضينا. القصه مش هيكتب لوحدينا. القصه بين المبادره نجمع بعد تكميل الافكار اللي تطلع او ورقه عمل يطلع او برنامج يطلع نشتغل على كده يبقى بتاع الكل مش بتاع واحد لوحده. مش نفس كده هتضحك بتاع الاحزاب السياسيه. كل الاحزاب السياسيه كميديا عليه التلفزيون كله بيخبط ببعض. القصه النهارده كله بيهتم بالنظره السياسيه بيختار اي صوت اي كرسي. ومفيش حد باصص في مصر، محدش حاسس ان مصر اهم. احنا جايين نقول ان مصر اهم. مصر اهم ازاي؟ برايي ورايك باختلافاتنا مع بعضينا نخليها تكسر واحد مش مشكله كتاب منه. تعالوا نقرب بقى ده مع بعضينا وازاي نوصل لطريق واحد فينا وبعض الهدف واحد اللي هو بلدنا. بس انا اسف ان انا قلت كلمه واتمنى ان كل واحد هو بيقول رايه ونطلع ورقه عمل فعلا وكل واحد يدافع عن اللي عايزه يقوله. شكرا لك. يعني دوت نتمنى ان تبقوا موجودين وكامله على طول في الشارع في العالم. انا عارف معايا. احنا عمرنا ما هنتجمع من غير الكبير. يعني احنا كشباب في الشارع عمرنا ما هنتجمع من غير الناس الكبيره كده الاول. لو حضرتك وصلت دلوقتي في الشارع بتسوي الاسماعيليه هتلاقي منفك نهائيا. مفيش حد عنده كده الثاني. تعرف ليه؟ عشان احنا ما عندناش فيه. وكل واحد وراه عايزين 3 4 شخصين حلوين ده انا القائد وده الفرقات. ويقولش فيه في الشوط دي لازم كلنا كده نشتغل. يا ريت يعني تدخل الموضوع ده كويس جدا كمان. لا مش لازم يجيب جزء ازاي. يا ريت المتواجدين في الشارع يوم 19 ضروري يعني عشان يجيب الدور البدري ده.
من وجهة نظر أي حد الموضوع اللي بتاع السياسة الموضوع ده بفكر فيه. أول حاجة من ضمن الحلول الإصلاحة احنا ممكن نعمل صفحة اسمها اتحاد الصور الدولية الإسلامية يمثل عن كل طيار أو حركة أو حزب أبني هو الصفحة تكون على التواصل المباشر. طرح المشاكل، طرح حلول، يبقى اجتماع دولي شاكل مثلا بالنسبة لكل الأحزاب والخلافات نقعد كلنا مع بعض يبقى على تواصل. الملفات اللي احنا بنتابعها على بعض الملفات اللي لسه أو اللي طلعت خلال الشهر اللي لسه مش هنعمل فيها إيه يكون باستمرار على التواصل، لأن التواصل هو اللي هيجي لنا نتيجة الأسرع وفي نفس الوقت هتبقى قوة قدام أي شيء لازم. هل احنا من بداية 25 يناير المفروض كلنا نتجمع ما حصلش. 30 6 قعدنا على المحاضرة عشان نخلص الأحداث اللي حصلت واتكلمنا إن احنا نتكلم. بعد ما الناس كلها قعدت تتكلم في الناس في نفس الوقت مرة واحدة لقينا في تكتل الاثنين. إيه السبب؟ السبب إن احنا كده احنا مش حاجة. أصلا عندنا يعني بس في حكم مسيطرة. في ناس فيها مصالح مختلفة شوية. كلام الإسرائيلي. مش هنعرف نتجمع، أنا شايف إن إحنا عشان نتجمع في ناس كتير محتاجة أكتر من كده، في ناس محتاجة إن هي تشوف الغلط اللي هي عايزة توصل له غلط عن طريق إن هي تقف مع الصور وكده. الموضوع ده إحنا لو صورنا نفسنا بنديلهم الفرصة كده إن هم يستغلوا وجودنا في إن هم يوصلوا للأهداف. طبعا إحنا عملنا كده مع الإخوان وهنعمل كده تاني اسمه إحنا متسرعين، إحنا متفقين برضه عندنا بس برضه متسرعين. تمام. هاني مهندس اتصالات وعضو في مصر الحديثة وليا رؤية قصيرة. يا جماعة احنا مشكلتنا حاجة قصيرة قوي. احنا نسينا واحنا بنتكلم احنا عمالين نقول دور الشباب دور الشباب. المهم ده في الكلمة اللي انا هقولها انا مش شايف شعر اسود في القاعة الا 3-4 صفوف. تمام. دور الشباب اللي موجود 3-4 شباب واقفين عند الباب دورهم معانا لا يتخطى انه كتب فلان دخل فلان كلام. احنا فينا الثوره دي اللي قام بيها شباب. المرضى في الكلمه لحضرتك ولا انا ولا اي واحد من اللي عنده عيل في بيته نزل من بيتهم في 25 ولا 26 عشان ما نكذبش على روحنا. ده اول حاجه. احنا نزلنا يوم 27 لما احنا نفسنا اطمأنينا على حياتنا. لما حسينا ان الشرطه اتكسرت قدرنا ننزل ونتضرر. ما نكذبش على روحنا ولا نبعد على روحنا ونقول احنا في ناس نزل في بعض من الناس ولكن على الناس التقليدية على اي حلال اصحاب الاعمال واصحاب الوظائف واصحاب الكلام ده كله كان خايف على يؤتي الناس وخايف على حياته وخايف. احنا موجه الكلمه كانت تذكر كل يعدي طريق البلادات واول ما يشوف امن الدوله يوقف كده. الشباب اللي احنا عايزين نضربهم معانا هم اللي ليهم الحق ان يقولوا هم عايزين ايه. احنا دورنا ما هو الا التوجيه. احنا نوجه نقول له كده انت بتحيل ولكن ما تعملش كده. تمام. وسألت الإمام طولت عليكم عنوان المؤتمر كبير جدا بيوحي معاني من أسمى المعاني الإنسانية في داخل الناس البشرية. ده مش شأن مش قضية سياسية احنا بنعاني منها ولكن ده مش شأن المجتمع المصري من الشتات والفرقة والتوحد من أجل هدف أسمى هو مصر. طبعا كلكم عارفين مصر بتمثل ايه للشباب وللكبار. مصر مش مجرد عنوان لمؤتمر او ندوه او ملتقى. مصر قضيه كلنا لازم نصرف قضيه بكافه ابعادها. اذا كان الاستاذ علي كامل او اذا كان الساده الافاضل من اعضاء السياسه وصفوه المجتمع الاسماعيلي طرحوا فكره لم الشمس، كلنا لازم نتكاتف من اجل لم الشمس وليس من أجل التناحر أو التشتت أو التفكك. إذا كان حزب جبهة التحرير القومية تبلور أو جمع فكرة لم الشمس علشان خاطر يعمل مؤتمر بنفس العنوان
احنا عندنا مشاكل وعندنا قضايا وعندنا معاناة نفسية كثيرة شايفينها في المجتمع الإسماعيلي. قلنا احنا عايزين نطرح المشكلة، نطرحها أبعادها، نطرحها ويكون لدينا الثقافة للمشكلة بطرح حلولها. أما كون إن احنا نتفاخر ونتباهى ونقف ونتكلم المشاكل وعن الشباب وعن التفكك اللي موجود غير الشباب، أنا مش مع الكلام ده. سبب واحد، النهارده جايين علشان نجتمع لحلول وطرح أسباب المشاكل، فلازم نطرح المشاكل بأسس علمية، مش نطرحها من أجل إن احنا نظهر قدام الناس بنتكلم وبس. ماشي. الأستاذ علي، الأستاذ محمد حسني، والأستاذ الفاضل الجميل مسعد حسن، يعني شخصية جميلة جدا. إذا كانت متواجدة معاكم فده فخر لينا كلنا إن هي جاية تسمعكم وتسمع مشاكلكم وتسمع الحلول اللي ممكن تطرحوها من خلالها. فده جميل. الجميل بقى إن السادة وكل السادة الأفاضل موجودين تطرحوا المشكلة وتطرحوا أبعادها، وهم ياخدوا بالمشكلة وحلولها، وممكن يطرحوا الحلول. يمكن احنا ما عندناش البعد الفكري والثقافي للمشكلة وأسبابها وأبعادها، إنما احنا عارفين إن احنا كلنا دولة كلها مشاكل ومعاناة وآلام نفسية لأسباب يعني أسباب يعني قديمة مش جديدة علينا كمجتمع، أسباب سياسية معقدة، أسباب قانونية معقدة، أسباب تنفيذية حضارات عصرنا معقدة. فاحنا عايزين نخرج من التعقيدة أو التشكيلة الغريبة اللي احنا انخرطنا فيها وعشنا فيها السنوات اللي فاتت دي كلها، من خلال مؤتمر زي ده، من خلال تجمع شبابي ممكن من خلاله نفهم مفاهيم الديمقراطية، مفاهيم الدستور، مفاهيم الأحزاب، مفاهيم اللي ممكن من خلالها الشاب يستنبط نفسه ويشوف التوجهات بتاعته ممكن توديه فين. إذا كانت توجهات مستقبلية شبابية جميلة تطرح فكرة جميل، إذا كان عنده فكر سياسي ممكن من خلال السادة الأفاضل تطرحهم جميل. الحدوثة كلها بلم الشباب، لم شتات المجتمع، مش التناحر، مش الخلاف، مش ان احنا نقول احنا الشباب مهمش علشان خاطر كذا وعشان خاطر كذا. طب احنا عملناها ليه الندوة؟ عملنا عشان خاطر نقعد كلنا ونتفق من اجل لم الشمس. وده يا محمد. يعني حضرتك قلت حاجه مهمه قوي، حاجتين مهمين جدا منتشرين في الاسماعيليه. الحاجتين دول لو اتظبطوا واتعمل ليهم فعلا خطه وتنظيم وكلنا نشتغل فيها، كان حيث مجلس الاداره تتظبط كلنا نتحسن، هنقدر نعمل شغل كويس قوي في الاسماعيليه، لان المستوى الاسماعيليه تحت الصفر. الاسماعيليه حضرتك بتشوف المدينه لكن ما بتشوفش المستوى الريفي عامل ازاي، او يمكن حضرتك شفته بس الحدث اكتر واكتر. بقى انا شفته بعيني لان انا عملت بحث ميداني قبل كده كله اشتغلت فيه. تمام. دلوقتي ما ينفعش انا اجي اطلب من الناس او ان انا اقدم لهم خدمه وانا ببعت في الخدمه دي انا وزمايلي او اخواتي، وفي الاخر ابص الاقي ناس ثانيه بتبوظ الخدمه. يعني انا ما ينفعش اعمل فكره ان انا الم طريق الارض والقمامه وانا ما علمتهمش النظافه. يبقى المفروض ان احنا في مجلس الاداره اللي احنا هنعمله ده رأي، هو مش المفروض هو وجهه نظر عشان يبقى بس الاسلوب واحد. يبقى صح ان انا اعمل. طبعا احنا كلنا مدمرين نفسيا، كلنا في يعني تفكير مشتت سياسيا شباب في الشارع. الاسلوب اللي حضرتك اتكلمت فيه ده انا ما عجبنيش اللي حضرتك قلته. لا اللي حضرتك قلته ده حضرته استاذ محمد استاذ محمد في موضوع الاسم اللي بعرفه حضرتك ليه ان المفروض ان ما حدش يشتغل مع حضرتك بالاسلوب ده اللي انت عديته. يعني لما حضرتك رايح تقف جنب شباب، المفروض الشباب يعرفوا المشكله ايه الاول ويحترم الكبير ويعرف يتعامل مع الموقف الاول بشكل هدوء، مش مجرد ان انا سمعت خبر اجي اعمل 5 يوم واخبر الموضوع بدل ما اخبر الناس واخليهم يتعمل لهم قضيه. يبقى انا لازم اعمل وعي اساسا للناس اللي معايا، وانا اضبطهم سيكولوجيا، ان انا اعلمهم ازاي يحترموا الناس الافاضل زي حضراتكم. لما حد يبقى موجود يبقى انا المفروض ما اتكلمش. يبقى انا المفروض اعمل اقسام او اعمل مسميات او ادارات في مجلس الاداره، يبقى في ناس ماسكه الناحيه النفسيه، ناس ماسكه الناحيه السياسيه، ناس ماسكه الناحيه التنميه البشريه. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، ده وعي. علشان الشغل اللي احنا بنعمله ده فعلا يبقى بارز، يبقى لازم ابتدي بالوعي الناس اللي معايا واعرفهم كويس انا بقول كلام جديد، وكلام الجديد دوت بيتنفذ. يبقى انا علشان اقدر ساعه الانتخابات انا بعمل قضايا دلوقتي،
يبقى انا ساعة الانتخابات لما اجي اقف واوقف ناس معايا ويبقى كدرع ليا في الشغل ده، يبقى الناس دي فاهمه، يبقى في هدوء وفي وعي سياسي وفي فكر وثقافه سياسيه. نظام التهريب ده ما عادش يجيب منه. انت بكل بساطه لما هاجي ارمي لك فتنه هعمل شوالينا بوظنا خلاص الدنيا. خلاص هو اي حد انت عايز تبوظ الدنيا تخليه يبقى هاجي. في ناس بره وانتوا عارفين كده كويس بره مصر اعداء لينا عايزيننا نتخانق، عايزيننا نفضل نقعد نهاجر ما يبقاش فيه رضانا، ما نعرفش مستقبلنا يبقى ماشي ازاي ولا نقدر ننمي البلد. على مستوى اسماعيليه بتدمر بسنه 60 جنيه. الناس ان هو انا مفيش حد اركب سواق اركب معاه، مفيش حد اتكلم معاه في الشغل عندي، مفيش حد اتكلم معاه على الفيس الا ان هو البلد مفيش فايده. اي حد في اسماعيليه عايز اي حاجه بيبقى عايزها وخلاص، مش عارف قيمتها، يبقى اذا حضرتك تتعب على طول وانا اوصل لسنه حضرتك وانا تعبانه بقى. يبقى احنا بالظبط كده، يبقى احنا لازم نعمل الموضوع وعي مهم جدا، وعي من كله. يعني احنا القعده اللي احنا قاعدينها دي المفروض ان احنا بنعمل وعي، والوعي يكون ليه تنفيذ بعد كده. يعني انا دلوقتي عامل خطه ان انا هعمل ندوه النهارده يا جماعه علشان التنميه الصحيه. انا بتكلم حاجات كتيره، وعي الكل. بس احنا بنقول ايه النهارده بالليل شباب عايزين يساعدوا الشباب، يساعدوا المرأة، عايزين نعمل لجنة بين الشباب والمرأة وبين حضراتكم كلكم، لكن هنأجل اللجنة ديت للقاء القادم إن شاء الله. هنعمل أكبر عدد ممكن من العدد أفضل من كده. ما أنا بس نظر يا فندم النقطة دي كده على المشروعات الواضحة. أنا كنت امبارح كده الموضوع ده الموضوع شاعر وعاملين شغل كتير. طبعا لازم. أوكي. حسيت لك يرجع لورا برضه لازم يبقى في نظام يا جماعة. هو ده اللي بتكلم فيه. لازم نظم. في شبكة على الورقة حط على الأول بعد كده بتدرس فيها لأن يخرجوا فينا درس الموضوع ده ودي شبكة أول. الجبهة الاجتماعي لما حضرتك قلت عملوا إخوان، أنا هتكلم مش إخوان لما هم دخلوا لا أنا إيه أصلا يعني ما دخلوا إخوان لما هم دخلوا الانتخابات إحنا ما تعلمناش منهم حاجة. وبرضه قعدنا نجعجع وفي ناس كتير قوي تجعجع وتمسك يوقف والكلام ده كله. لا المفروض يكون في انا شخصيا مش عايزه انا مش عايزه افتح بقي، انا عايزه امسك اليافطه هي بتتكلم وما اديهاش اليافطه دي الا لما اكون يئست خالص. اليات كتير حضرتك، ما انا مش هختار واحده. عدم الجعجع يعني حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي من ناحيه الوعي. انت عندك الوعي في حاجات كتيره جدا. طيب كابتن يا فندم معاك هي عندنا اللجنه للتصرفات اللي حضراتكم فيها بتقولوا فيها هذه العصر. انا هختار حضرتك شوف مين مناسب يبقى موجود في اللجنه. انا هختار على موجود بشكل رسمي. انا بتكلم المفروض النهارده كان اجتماع لا الشباب القوى الثوريه والشباب والاحزاب الشعبيه. تمام؟ فكره ان الشباب اللي عملوا كتير قوي ما كانش المجازفه وكانت بيجيبها كلام جديد. وده اللي انا حاسس ان هو هيحصل دلوقتي. انا بقول ان هيبقى في تنظيمات، هيبقى في لجان، هيبقى في وظائف جوه اللجان هو حضرتك قلت دلوقتي ان هيتم ان هو في لجان في ناس تمسكها جوه الكيان. انا بقول اي مجتمع اي نوع اي تجمع صلى الله عليه وسلم قال الكتب فاحنا ان شاء الله هنيجي مره قادمه عندنا اكتر من كده البعض وهكذا ننام الشمس. طيب ايه القصه؟ مش كل شهر كده نيجي احنا حراميك ومدرسه وخط ومساجد وفلاحه وبتاع لا دي المقام هيجي عليه وقت قانون طويل كده بنسيهم لجنه. هذه اللجنه اصلا مرتبطه بالكلام ملام الشام وتكتيك المرأة والرجال. وشوفوا بقى ايه هو اللجنه دي؟ ايه مش عارفه لجنه اتصال الاحزاب يا جماعه، لجنه الاتصال في جميع الاحزاب السياسيه وبعض الجهات او كل الجهات السياسيه موجوده كويس. دي لجنه كده يبقى كل واحد في حزبه وكيانه يفتح اطرافه يتحط على الميدان معروض مفتوحه يبتدي يقول الفاعل ازاي واحنا معاهم الفاعل معاهم. ده الكلام اللي انا الأصل يعني أنا بالكيان أنا عملت كده. أنا فاهم. أنا لو قلت كان بناء على حاجات أنا شفتها قبل كده. شفتها كتير يعني. مش نعدل
هو احنا اصلا احنا شغلنا نتلم لوحده في اي حاجه. لما يكون في هدف كبير احنا بنتلم، انت لمينا وما قبلها. تمام؟ احنا دلوقتي حاطين هدف قدامنا احنا